بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. متابعيني متابعاتي، اليوم الفيديو كلش حلو وإن شاء الله راح يعجبكم. خليت لحم على الطباخ مثل ما تشوفون، بعد ما فار شلت الوقف من عنده وحولته بهذا جدرية، خليت عاد عليه ملح وأقلب بيه حتى يتشرب الملح وياه وخليته ينحمس. طبعا أني الفاصوليا الخضراء كلها غسلتها قبل ما ثرمتها، بس مسحت شو اسمه لأن ما عندي مساحة ما بقت بالموبايل يا حبايب، واني مسحتها شلون غسلت اللوبيا وشلون ثرمتها. ايوه قصدي الفاصوليا الخضراء، او شو اسمه راحت مني الفاصوليا الخضراء من ثرمتها ومن غسلتها قبل الثرم. قلت لا طعمها يروح ومونتها تروح اذا اخليها يعني اثرمها وبعدين اغسلها، لا خل اغسلها نظيف، غسلها مي وملح. وكان عادي انا انزل صار ماكو مساحة واني ماسحتها والله، بس يعني عندي هذه عادة اخليها على اللحم موجودة، بس وقت الثرم وغسلها هذه مسحت بس. شوفوا حبايبي، قبل ما حطيت الفاصوليا الخضراء خليت بصل صغيرة، يعني لا هي كبيرة لا هي متوسطة، وياها تاين حمس، وخليت من مي اللحم فوق الفاصوليا الخضراء تا ينسلق، يعني تا تنسلق الفاصوليا الخضراء. شوفوا هسه عادينها خليت فوقاتها ثوم تا ينحمس الثوم والفاصوليا ورا ما تنسلق. هسه عاد اجيب الطماطة المحلية من المجمدة ومخلوطة، طبعا هالسنة هذه مو بس محلية، خلطتها يعني محلية وعادية. يسألوني صدق بالتعليقات شنو الفرق المحلية مليانة ملي مي، والمستوردة او يعني هم موجودة يمنا هم يزرعونها وهم مستوردة، بس شو اسمه يعني مال زلاطة، مو محلية مالت عصر. المحلية أول ما تجيبينها من السوق تسوينها طماطة حمس وشوية البصل محروق، مو حرق أسود، يعني محروق يصير لونه جوزي، وتخلين عليه طماطة محلية على شكل شرائح تخبل. المهم متابعاتي متابعيني، أنا بهالحكي رحت وين اجى أبو يونس أخذني مسوين لي غدا، مسوين بامية وجو أخذني، بس أنا رحت ورد جوري خابرتني قالت عمه جاي تسوين، قلت له قاعد أصور، قالت عفوا التصوير على أم أماني وتعالي مسوين يعني بامية عاد غدي يمي، كان أروح عليهم. خليت التصوير على أم أماني، فلا مصورت لي التمن بس هم زين مصورت لي، مو خوش تصوير وقت من خليتها فوق ميز الطعام الأكل يعني، بس هم خلف الله عليها زين كملت لي التصوير. وهذا غرفة الاستقبال مال بيت ابني مال بيت أثير. شوفوا حبايبي، قلت خلي أصورها لكم لأن هي على ستوري، ما أدري عاد نزلتها بقناتها يمكن، لأن ما عندي والله العظيم مجال أبغى على قناتها ولا هي عندها مجال أبغى على قناتي. شوفوا حبايبي هذا، وهنا عصرت الدنيا عصر، فسوت لي قهوة الكوردسبس، مدري قهوة لايت من الشركة اللي نشتغل بيها، وجابت هذا البسكت من المحل اللي بصف بيتهم، وأنا وياها وبتبتة قاعدين ناكل عصرية، وسهمكم ألف عافية. طبعا نسيت أني شنو ما صورت الغدا مال بيت أثير، مو قصة نسيت، وإنما موبايلي ما باقي بيه شحن وقت صبت الغدا، كنت ناسية ما خليته بالشحن وصورت بيه وطفى من رحت للبيت، يعني سامان انا بفلوس اصور بالطريق طافي الموبايل. ليش عاد انت ماكو شي بلاش؟ زين
فماني كملت الطبخة مالتي. شوفوا متابعين متابعاتي، هذا محل سامان. شوفوا هذا الفرشات وهاي الأقمشة مالتها، يعني حيل حيل أقمشة راقية جدا. شوفوا حبيباتي، شي تريدين أقمشة موجود، يعني مال بردات، مال ملابس، مال يعني مخاديد، كل شي يعني موجود. فقلت خلي أصوره، ما دام يعني كان دنيا ساعة بال11:30 هيجي. أنا أخذت من عندهم فرشات طبعا، من أخذت هاي الفرشات. إذا تشوفون هاي الدائرة البيضة بيها بنصها دائرة سودة صغيرة، هاي أنا أخذت من هذا الفرشة. أنا وردة جوري طبعا جينا أنا وأم يونس، وهي والله هم على ذوقها قالت هاي أحلى، قلت يلا ما دام هاي أحلى هذه. فعادي أنا أخذت يعني لكل البيت، الكل بيتي أخذت نفس شو اسمه. وراح أصور لكم إياه طبعا، جاي نفرشه إحنا، وراح أصور لكم إياه التصوير البيت كله شلون فرشنا وكملنا، هم أنزل لكم حياتي. بس هسه قلت خلي أصور لكم المحل. شوفوا ايش قد حلوات هاي المدات تخبى. اكو بيه المتر ب10 واكو المتر ب15، يعني يقول مو كلهن سوا. وهذول شوف هاي مال شو اسمه البردات، وما اعرف يعني حيل حيل محل كبير كلش 300 متر كله يعني، وفوق وجوا، بس ما صعدت فوق بصراحة. وهاي الفرشات اللي مالاتهم اللي مخلينها للعرض، عاد أنا أخذتهن وقدرناهن على البيت وقصوهن إنه، فايش سويت رجعتهن إلهم حتى يخيطون الطوارف مالتها، لأن هو هذا بالأمتار، المتر 8000 أخذت. وشوفوا عادين ما أعرف والله كم متر، يمكن 450,000 صار، بس أخذناها بالأقساط. هاي الأقمشة مالتهم اكو بيهن يعني صيفي بعد ما شايلينها، واكو شتويها من جديد. شوفوا حبيباتي، هذا محل سامان، يعني الأقمشة هاي مالتها كلها حلوة، وأنا أقول لكم أسعارها يعني زين، بين غالي وبين شوية يعني وسط. وهذا النشقد عجبني على الدرج حاطهن. قلت له بيش؟ قال هاي المتر ب15، واكو ب10 واكو ب7.5، ما اعرف والله يعني بيش بالضبط. هذن المدات هم بالامتار يعني. وهذول الماكينات ما ادري ايش يسمونهن، لبسهن من الأقمشة حتى يعني يبين بالعين يعني شنو القماش هذا. حيل حيل عجبني. متابعيني ومتابعاتي، هنا الخياط شوفوا حبيباتي كان يخيط شو اسمه بالماكينة، واني قلت له خلي اشوف شلون يخيط لي طارفها، طارف الفرشات اللي اشتريتها. شوفوا حبيباتي، شكرا جزيلا لكم لاشتراكاتكم. كل الهلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والاسطانيات. حبيبات قلب الغاليات، الف هلا بيكم حبيباتي. كل الهلا بتعليقاتكم الحلوة، شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم حبيباتي. إلى هنا إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وأقول لكم أشوفكم فيديو جديد آخر، ومع ألف سلامة.